اوكي، انا نهى بدر. بقالي في الماركت تقريبا 5 سنين. انا دلوقتي بقيت سيلز مانجر في بولد روت. كنا في الاول في ادرس، بعد كده دلوقتي نقلنا بولد روت. فدلوقتي انا المفروض ان انا عايزه افتح اصلا شركتي او فرانشايز، غالبا ممكن افتح فرانشايز في ادرس. مشكلتي في حته الكامبين ان هي بتبقى للشركه ككل، مع العدد الكبير قوي، فتوزيع الليدز دي على العدد الكبير قوي ده يعني مش كل الناس بتقدر ان هي تقفل منها. مع حته الكولد كولز اللي هو نقعد نعيد في نفس الليد، لان هم في الاخر بيبقوا عايزين دافعين كتير، 6 مليون بتتصرف شهريا على الليد. فطبعا دي بالنسبه لنا صعبه جدا، الكومبيتيشن عاليه قوي، فمخلياني لا، طب انا لو انا بقى هفتح عايزه اتدارك الاخطاء دي، ان انا يبقى لي غير الكامبين اللي بتعملها الشركه كامبين برايفت انا ليا، وعشان اقدر احكم على الكامبين دي واقيمها. يعني انا مهم قوي بالنسبه لي البوينت اللي انت قلتها بتاعت ما بعد التشغيل. يعني دلوقتي مثلا بنعمل كامبين، بس نيجي نديها للسيلز يشتغلوها، فلا ده الكامبين مش حلوه. فنفس الفكره، طب وقفوا الكامبين دي، لا طب احنا عايزين على كذا. فيبقى شركات كتيره جدا عامله على نفس البروجكت. فدلوقتي برضو ما انت لازم تبقى ذكي في اختيار الكامبين. ما ينفعش ان انت تروح لحاجه مثلا كل الناس عاملينها، فبالتالي انت برضو بتضيع مجهودك، لان زي ما الكلاينت بيسجل معاك بيسجل مع التاني ومع التالت ومع الرابع، طالما انه مهتم بالبروجكت ده. فانت لازم تكون ذكي في اختيار المشاريع. فانا عشان كده بصراحه جايه عايزه اخد الكورس ده عشان اقدر بعد كده ان انا يعني اعمل ايفالويشن للكامبين اللي انا ان شاء الله ناويه اعمله.